السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار المقدمة من قناة أخبار تركيا بالعربي. اليوم لدينا في الخبر الأول: إدارة الكوارث والطوارئ التركية تصدر تحذيرا عاجلا لولاية تركيا. والخبر الثاني يشمل السوريين برنامج تدريب مهني مع راتب وشهادة تخرج. والخبر الثالث: الرئيس أردوغان يعلن عن ضوابط جديدة لارتفاع الأسعار. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. بحسب ما نشرته صحيفة جمهوريات، فإنه وفقا للبيان الصادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، فإنه من الضروري توخي الحذر من العاصفة الشديدة التي ستضرب ولاية أفيون قرة حصار، ويجب على المواطنين الحذر من السلبيات مثل سقوط الأشجار والعواميد وتطاير الأسطح واضطرابات النقل وتسمم المواقد والمدخنة بالغاز الطبيعي. ولدينا في الخبر الثاني: يشمل السوريين برنامج تدريب مهني مع راتب وشهادة تخرج. برنامج التدريب المهني لدورة صانع القهوة باريستا التي سيتم تنظيمها في إدارة برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وإشكور. مدة المشروع شهر واحد من التدريب النظري والعملي، و3 أشهر من التدريب على المهارات التطبيقية. شروط المشاركة في المشروع: أن يكون المتقدم مواطنا تركيا أو أن يكون تحت الحماية المؤقتة الدولية. كما يجب أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 18 و 39 عاما. للتقديم الرابط في صندوق الوصف. ولدينا في الخبر الثالث: الرئيس أردوغان يعلن عن ضوابط جديدة لارتفاع الأسعار. قال الرئيس رجب طيب أردوغان في بيان له حول الارتفاع الجائر في الأسواق: للتعامل مع هذه المسألة ستستمر الضوابط والقيود بطرق أخرى. يبدو أن الغرامات المالية لم تردع البعض. وأضاف أردوغان: سنناقش الضوابط الجديدة في الاجتماع الحكومي القادم، وسنولي الأمر أهمية خاصة. وبهكذا نكون قد انهينا أخبارنا اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع ودمتم بخير.